مساء الخير، عاملين ايه؟ طبعا النادي الاهلي بكره عنده مباراه مهمه جدا قدام اورلاندو بايرتس، الاخ الاصغر لنادي سان داونز، اللي هي كره جنوب افريقيا كلها معتمده على السرعات، القوه، التحركات، التصويبات. يكفي ان انا اقول لك فريق اورلاندو بايرتس ده ما عندوش لعيبه، ده عنده مواتير في نص الملعب، عنده ناس بتطلع مدافع من رجليها في نص الملعب. دايما هتلاقي اعتمادهم كله، وده نصيحة مني للاعيبة النادي الأهلي، إن هو دايما مدرب أورلاندو أو مدرب سان داونز والكرة الجنوب أفريقية زي ما قلنا هم بيحاولوا دايما يوقعوك بين اختيارين. دايما بحاول إن أنا اتنين لعيبة أحطهم في موقف اتنين على واحد. يعني مثلا أنا مدافع، فلاقي لاعب ملوش اي علاقه بالكوره ومش هيساهم في الكوره يجي عشان خاطر يلفت نظري انا او يشد انتباهي، ويبقى في لعيب تاني يقدر يتحرك في ظهره، يقدر يعمل كثافه عدديه، وده هوضحه لكم في كذا هجمه، مش في هجمه ولا اتنين. اتمنى ان حتى لعيبه النادي الاهلي وهي بتاخد اختيار، حتى لو انت شايف ان الاختيار اللي انت خدته خطأ، بلاش تبقى متردد، بلاش تبقى تاخد القرار ولا اروح لا ما اروحش. هتروح روح، حتى لو غلط روح. لكن انا لو وقفت في مكاني وانا متردد مش عارف اضغط ما اضغطش، هلاقي نفسي وقعت في وسط اختيارين، مش عارف اعمل ايه، وفي الاخر الكوره برضه هتتلعب في ظهري وبرضه هتروح عليا هجمه خطر. نتابع مع بعض الحالات. الفكره اللي انا بقول لك عليها وهبينها لك دلوقتي بالحالات. هنا هتلاقي احنا هنا لسه في بدايه المباراه، ففريق اورلاندو لابس اسود بيسنتر، فهنا في لاعب اللي هو المفروض ان هو الجناح داخل في قلب المسافه اللي بين المساك وبين الباك اليمين، عشان يسحبهم هما الاثنين، يخلي هما الاثنين يترددوا زي ما قلت لك ويسحبهم فيفتح المساحه للباك. فتلاقي هنا هو دخل جوه اهو، دخل سحب الاثنين لعيبه، كمل الهجمه. بس كده شفت هنا الباك بقى فين، وده واقف ما بينهم في المساحه، اتلعبت له الكوره، هو ضرب خط الدفاع، ما اتلعبتلوش الكوره واتلعبت على الطرف، اللاعب ده راح انفراد. دي مش كوره ولا اتنين ولا تلاته بيعملها فريق اورلاندو، وده العادي بتاعهم. هنا كوره تانيه، هتلاقي هنا المهاجم رايح ما بين اتنين مدافعين. هنا لو هو خد المدافع ده المهاجم ده، لو خد المدافع ده وراح بيه كده، المسافه دي فضيت، بس اللاعب اللي معاه الكوره الخيارات اللي بقت قدامه اتقفلت، فتلاقي مفيش مكان ان الكوره تتلعب. فاصبح المهاجم ده هيعمل ايه؟ ركز. ده هياخد المدافع ويخش بيه لجوه، يسيب الباك لوحده، فالكره تتلعب في ظهره. الباك بقى عنده اختيارين مش عارف يعمل ايه، فالكره تتلعب في ظهره، فالكره تتشاط تروح هجمه خطيره جدا. هنا هنلاقي برضو الجناح داخل لجوه، ساحب معاه الباك وساحب معاه لاعب نص الملعب، الكره اتفتحت برضو نفس الفكره للباك الشمال، راح والكره كانت هجمه خطيره جدا. هنا الكره دي بتوضح اللي انا بقوله لك. تاني هنا الكره نادي اورلاندو رايح، فتلاقي هنا المدافع ما بين اختيارين، انا اروح اضغط على ده فده يبقى فاضي فيروح انفراد، او اقف مكاني مش عارف اعمل ايه. وقوعوا في اختيارين خلى ان الكوره دي راحت هجمه خطره لاورلاندو. ليه؟ تردد فراح ضغط في الاخر خالص، فالكوره اتردت واتشاطت وصدها الجون. هل مثلا فرق جنوب افريقيا ما عندهاش عيوب، ما عندهاش مشاكل؟ لا، عندها مشاكل ومشاكل كبيره جدا جدا. ده الباك اليمين، وهنا هو بيلعب رمية التماس، لعب الكرة اتقطعت منه وهو هنا في نص الملعب، مفيش ارتداد، الكرة اتلعبت في ظهره، خط الدفاع برضه شوارع، راح اللاعب ده وراح حاططها جول. طب الكرة دي لوحدها بس؟ لا، القرار الثاني بعدها على طول، هنا الباك اليمين برضه مش موجود، وهنا تدخل المدافع وقطع الكرة، والكرة دي اتحسبت فاول وراحت هجمة خطيرة على اورلاندو. هنا عايزك تركز معايا. هنا خط الدفاع بتاع الفريق اللي بيلعبه فريق اورلاندو بايرتس، وهنا اورلاندو متاخر بجون فمحتاج جون. لو جيت بصيت هنا هتلاقي فيه كثافه عدديه، كثافه كويسه وكل حاجه، بس التركه هنا في ايه؟ انا مش عايز اعمل زحمه، انا راجل انا كمدرب فريق اورلاندو بايرتس، انا عايز اعمل موقف واحد قدامه اثنين من اللعيبه بتاعتي، يبقى اللاعب يبقى متردد، يبقى عنده كذا اختيار، فاقدر ان انا اقدر العب عليه واقدر اكسر خطوط واقدر اجيب جول. هتلاقي هنا اللاعب ده مش اللي مع المدافع، اللاعب ده ركز كده،
هيتسحب، بيتسحب هنا ورايح يمسك الباك الشمال عشان يبقى الموقف الباك الشمال اهو عليه اتنين. باينه قوي هنا، هو اللاعب ده كان بره اللعبه اصلا، اصبح هنا فين؟ اصبح هنا هو ماسك الباك، والجناح بتاع اورلاندو بقى لوحده، هنا بقوا اتنين على واحد. وده الموقف اللي عايزه مدرب اورلاندو بايرتس، اللي دايما بقول ان دايما لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها ان لازم الاجنحه ترجع، بس برضه لازم لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها ان انا خدت القرار صح، القرار غلط، لازم انا انفذه، ما بقاش متردد، عشان ما تقعش في مشكله اللي بيقع فيها اي فريق بيلاعب فرق جنوب افريقيا اللي هي بتلعب كره سريعه مع كميه تحركات رهيبه انت ممكن تشوفها عاديه، لكن احنا بنلعبهم بنبقى عندنا ازمه معاهم عشان هم بيتحركوا كتير. طبعا كلنا سمعنا خبر اصابه مصطفى شوبير والشناوي اللي هو هيقف برضه، هيبقى هو حارس الاهلي لفتره مش قليله. فالفرقه دي بتتميز وبتتميز اكتر كمان من صن داونز ان هي عندها ثلاثه في نص الملعب، الثلاثه بيشوطوا مدافع. اتمنى ان الشناوي يبقى مركز، لان الشناوي عنده مشكله بديه ان اي كوره بتتشاط من بره بيعمل الجامب بتاعه بيبقى بعد الكوره ما بتتشط بشويه، فالكوره بتخش حتى لو هو اترمى عليها. بيفكرني كده بعبد المنصف زمان، يعني نفس الفكره اللي هو انت بتترمي وبتعمل كل اللي عليك بس بتعمله متاخر. فتلاقي هنا ده لعيبه نص الملعب، ادي اول تصويبه، كرة عدت خبطت في الشبكه من بره وعدت. بعدها على طول تلاقي هنا الجناح بيلم ويخش ويقوم مصلح الكرة هنا اللاعب مضغوط عليه، مضغوط وشاط الكرة في العارضة برضه تاني. انا محتاج اقول لك ان الناس دي مش بتصوب تصويبات عادية. الشناوي خلي باله نص الملعب لازما يخلي باله ان اي حد هيستلم في اي وضعية حتى لو مش متاح ليه التسديد لازما يتضغط عليه، مفيش حاجة اسمها اقفل على ده وسيب ده. اللاعب اللي تروح له الكوره لازم يتضغط عليه ضغط عالي مع رجوع الباكات وتضييق المساحات في نص الملعب، ده يخليك تطلع باذن الله مش متعادل بس، يخليك دايما تطلع في الماتشات اللي زي دي باذن الله كسبان. في الختام اتمنى ما اكونش طولت عليكم، سلام.